عاملين ايه؟ رمضان كريم. الاكله بقى اللي كلنا بنحبها، كبار واطفال واي حد بص ما بيختلفش عليها. إيه بس بنبقى شايلين هم الخطوات بتاعتها ان هي بتكون كتير. وطبعا بعد غلاء الاسعار كمان شايلين هم المكونات والزيت، ولو كلناها بره بناكلها غالية جدا وبيبقوا هما قطعتين تلاتة. انا هوريك ازاي انا عملتها من صدر فرخة واحد، عملت الكمية دي كلها. هوريك انا قطعتها ازاي. انا عملت اللي هي بدون قلي خالص، وعملت شوية كده مقليين عشان تقارني اللي شكلها حلو دي ومقرمشة اكتر وحلو اكتر، اللي هي من غير قلي ولا زيت ولا اي حاجة. بنيجي نشوف طريقتها على النت عشان نوفر، نلاقي ان احنا صرفنا اضعاف اللي احنا كنا هناكله بره. تجيبي بقى مستردة ومايونيز وبيض وكلام من ده. لا، انا النهارده هشيلك كل المكونات دي وهتعمليها في خطوة واحدة، وهتعجبك جدا جدا. وما تنسيش تدعيلي، ولو اول مرة تشتركي في القناة فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. عشان الفراخ تطلع من جوه طرية ودايبة كده، تكوني سايباها في التلاجة ليه لما تكونيش لسه شاريها، لان ده هيخليها تدي معاكي زي خيوط كده ومش هتبقى حلوة. معايا كوباية لبن مغلي ومتبرد، اهم حاجة يكون مغلي قبل كده. ودي معلقة توم ومعلقة زبادي، معلقة توم بودر ومعلقة بصل بودر وبابريكا. ومعايا كمان فلفل اسود وكاري. وعشان ما تقعديش بقى بهارات وحاجات من دي، هنحط الملح ومكعب مرق الدجاج، هو يختصر لك مكونات كتير اوي. تمام. واهم حاجة بقى معلقة سكر، دي بتظبط الطعم وبص وبتنقله في حتة تانية قوي. وهتحطي معلقتين خل، الخل اساسي والثوم ومرقة الدجاج والسكر، ما تستغنيش عن اي حاجة في دول. دي اللي بتظبط الطعم وبتديكي، مش هقولك كنتاكي لان دي احلى وبتاعت المطاعم اللي هي احلى من كنتاكي بكتير. تمام. هتدوبيهم بقى مع بعض كويس قوي. وعشان ما نعملش خطوات كتير بقى ومواعين والكلام ده، الدقيق والنشا احنا هنحطهم في نفس الخلطة دي واحنا بنتبلها عشان نسهل على نفسنا. بصي لازم يكون قوامها معاكي كريمي كده، وتبقى زي قوام الكيكة الخفيفة. الفراخ مغسولة بطماطم وليمون وبتاع دوت ملح، ده اللي اكتر حاجة بتخليها مفيهاش زفارة. بصي متصفية كويس قوي، هتلاحظي ان انا في الاخر ايدي ناشفة لان انا صفيتها كويس. اهم حاجة بقى تخلي التتبيلة تدخل فيها كلها كده، تفضلي تقلبي فيها شوية حلوين عشان ايه الفراخ تشرب من التتبيلة. بس يا ستي، وهسيبيها بقى في التلاجة ليلة او عدد الساعات اللي تقدري عليه، يعني زي ما تسيبيها كل ما تسيبيها اكتر كل ما هتبقى حلوة معاكي اكتر. تمام. هنا انا سبتها ليلة كاملة، وبعد كده جبت كورن فليكس مطحون احلى من البقسماط ومن اي حاجة تانية. حطيت معاه رشة ملح بس بسيطة كده وتوم باودر عشان اطعمه مش اكتر. ومعايا نقطتين زيت كده بالفرشة. انا يا دوب همسح الشبكة، ممكن تعملي في الشبكة او على ورقة زبدة او في الصينية على طول، هتطلع معاكي ناجحة جدا وبكل سهولة. بقى يا دوب بصي خطوة واحدة، ولا تشيلي من دقيق لبيض ولا من الكلام ده كله خالص. انت هتحطي من التتبيلة اللي انت عاملاها في الكورن فليكس على طول. يعني اظن مفيش اسهل من كده. بس هتعملي بقى الكمية كلها وتكوني انت مسخنة الفرن بتاعك، احنا عايزينه فرن سخن بحيث ان الفراخ لما تدخل ودرجة الحرارة تكون عالية تحبس المية بتاعتها جواها، تبقى جوسي من جوه وحلوة، ما تنزلش اي مية. تمام. وتسيبيها بقى على درجة حرارة 180. هتسيبيها حوالي 45 دقيقة. احنا مقطعين الفراخ رفيع علشان كده ادت معانا كمية، وفي نفس الوقت هتستوي بسرعة وتبقى ناجحة جدا. ده هنتها بالزيت وبس، هدخلها الفرن ومفيش اسهل من كده. طالعه تحفه مقرمشه جدا، تقدري تجيبي الكورن فليكس انعم من كده، وبلاش خشن اكتر من كده لانه يعني هيبقى مقرمش قوي قوي يعني. بس يا ستي انا كان نفسي اسمعكم الصوت بتاعها، والله حلوه جدا والتوميه لذيذه. دولت بقى اللي هما فاضلين معايا، انا هعمله لك بالطريقه اللي هي المقليه عشان بس تشوفي الفرق. حطيت عليها كاري وشطه ومعلقه نشا ورشه ملح. بس يا ستي على الدقيق ممكن تحطي برضو كورن فليكس، بس هو كان خلص من عندي. هتشيلي برضو من الدقيق، ممكن ترجعي في الخليط تاني وترجعي في الدقيق، بس ده بيخلي الكفر يعني كتير زيادة عن اللزوم، وما بتحسيش بطعم الفراخ، بتحسي انك بتاكلي كفر على الفاضي. بس فانا هعملها في الدقيق مرة واحدة بس. ولو حطيتي كورن فليكس في الخطوة دي بيبقى احلى. إيه
زيت بقى وزيت غزير والكلام ده، والله العظيم التانية اخف واطعم بكتير، بس انا قلت برضه اوريكم الطريقة دي. اهو زيت غزير وهتحطيها بس، ولا بتقعدي تعلي النار ولا بتوطي ولا اي حاجه زي ما بيعملوا، وتغطي شويه وتكشفي شويه والكلام ده. درجه حراره متوسطه وزيت سخن، تاخد بقى اللون اللي انت عاوزاه الذهبي الحلو ده. وبس كده تطلعيها على طول. انا الكاميرا ظلمتها شويه معايا، بس برضو طالعه حلوه جدا وناجحه ومقرمشه. آه والله الطريقتين حلوين، بس اكيد كلنا هنفضل اللي هي اقتصاديه وصحيه وخفيفه وسهله، اللي هي الطريقة بتاعة الفرن. انا عجبتني جدا جدا، وان شاء الله هجربها دايما. وانتي لو عجبتك جربيها وما تنسيش تدعيلي. والطريقة بتاعة التومية القمر دي هسيبلك في اخر الفيديو الفيديوهات اللي هي هتكون موجود فيها، هتلاقيها في طريقة الكفتة التركي، هتعجبك قوي برضو. ولو انت اول مرة تشوفيني في القناة، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى ان احنا نكون اصحاب وندعي لبعض اهم من اي حاجة. انا هدفي ان انت توصلي لاحسن طعم واحسن طريقة، وباسهل حاجة، لان الدنيا مش مستحملة ان احنا بقى نحط مكونات غالية. احنا عاوزين نختصر على نفسنا ونوفر بقى مواعين وجهد وكل حاجة، وفي نفس الوقت يكون اكلنا طعمه حلو ويشرف كده ويكون حاجة حلوة. تمام. بس يا ستي، وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكي. ويا ريت تاخدي بقى جولة كده في القناة وتشوفي الفيديوهات اللي فيها، انا لسه بادئة. بس ان شاء الله يعني اي وصفة تكون سهلة وتنجح وتبقى حلوة قوي معايا واكون مجرباها، هقولك على الطريقة بتاعتها. وان شاء الله هحاول انزل لكم وصفات للبشرة كمان هتعجبك قوي. وبس يا ستي، ربنا يحسن ما بين ايديكي، وباي.